مساء الخير. النهارده معادنا مع الحلقة السابعة من دوكر لايك برو سيريز. النهارده هنتكلم عن نتوركينج في دوكر. طيب نتوركينج في دوكر بيبقى ماشي ازاي؟ عندنا كذا مود. في مود اسمه البريدج، وفي مود اسمه الهوست، وفي مود اسمه نون. ايه الفرق بين الثلاثة دول؟ البريدج وهو الديفولت، وهي فكرته ببساطة ان كل كونتينر بتقومه كده كده بنبقى عارفين ان هو بيبقى في isolated name space. بس البريدج نتورك مود هو كمان isolated من ناحيه النتورك، بيبقى ليه his own او its own private IP. الكونتينر ده ليه الاون برايفت اي بي بتاعه، ملوش علاقه بالهوست خالص، مش متداخل مع الهوست ماشيين في اي حاجه. هنا عنده الحاجه بتاعته المنفصله تماما. طب انا عايز اكلمه، عايز ابعت ترافيك للكونتينر، بعملها ثرو ان انا بعمل بورت فوروردنج او بورت مابينج. مثلا ان انا بقول ايه، ان الترافيك اللي هيجي لي على الماشين بتاعتي على بورت 8080 انا عايز اعمله راوتنج لبورت 80 بالنسبه للكونتينر. فبيحصل هنا نتورك ادرس ترانسليشن او بورت فوروردنج، ان انا عملت راوتنج للترافيك على بورت مختلف، فبيروح للكونتينر اللي هو اوريدي. مثلا لو انا هنا برن حاجه زي انجن اكس، فهي بترن اصلا باي ديفولت على بورت 80، فيقدر يجي له ريكوست ويهندله ويرجع لي بعد كده ريسبونس بنفس الباس برضو لحد ما يجي لي هنا الويلكم بيج بتاعت الانجن اكس. اوكي، الميزه في البريدج ده او في الايزوليتد نيم سبيس ان انا البورتس مش بيحصل لها كونفليكت. يعني الحاجه اللي بترن على الماشين عندي على بورت 80 ملهاش علاقه خالص بان انا برن كونتينر على بورت 80، في ايزوليشن تام فمفيش كونفليكت. على عكس الهوست، في الهوست مفيش فكره الايزوليشن. هنا الكونتينر لو انا برن كونتينر على بورت 80 فهو بيرن على بورت 80 عندي على الهوست، فانا هنا مش محتاج بورت مابينج اصلا، مش محتاج ماب بورتس لان هو بيرن على البورت ده على الهوست ماشين بتاعتي، فمفيش بورت مابينج. فالترافيك اللي على البورت 80 بيخش على طول على الكونتينر ده. طبعا بيبقى اسرع لان انا هنا ما عنديش نتورك ادرس ترانسليشن، ما عنديش وقت بيستنزف في البروسيس اللي في النص دي، هو الترافيك بيروح على طول. مشكلتها طبعا ان ممكن يحصل بورت كونفليكت ما بين ابلكيشنز وبعض. نون فكرتها ان انا ما عنديش اي نتورك خالص، انا الكونتينر بتاعي مفيش ترافيك بتطلع منه ومفيش ترافيك بتجيله، فهو معزول تماما تماما تماما. يعني احنا عادة بنشتغل بالبريدج مود اللي هو فكرة الايزوليتد نتورك. طيب ولكن هنعمل دلوقتي ديمو مع بعض في التيرمينال وهقول لكم ايه المشكلة اللي حصلت وازاي نحلها مع بعض. يلا بينا. لما نيجي نفتح التيرمينال هنرن 2 كونتينرز، انجن اكس والداتابيز. انا هرن الانجن اكس بديتاتش مود واسميه اي بي اي الايمج اللي هي بتاعت الانجن اكس. ماشي، انا كده عملت رن لانجن اكس. هل اقدر افتحه عندي على الماشين؟ لا، لازم اعمل بورت فورورد، فانا مش عايز اعمل كده دلوقتي. طيب تعال نرن الداتابيز، دوكر رن داش دي داش داش نيم داتابيز، وهرن الداتابيز بتاعتي بديها بس environment variable للماستر باسورد، والايمج هتبقى بوستجريس فيرجن 18 ورن الكونتينر. نيجي نبص كده، انا كده عندي 2 كونتينرز دول راننج عندي على الماشين. حلو. طيب انا عايز اخلي الابلكيشن بتاعي يكلم الداتابيز، اجرب اشوف اما قادر يشوفها ولا لا. فانا هاكسكيوت في انتراكتيف مود من الباك اند بتاعي اللي هو الكونتينر اسمه اي بي اي اللي هو بانجن اكس ايمج، واجرب اعمل كل ريكوست. بس وانا بجرب اكلم الداتابيز بالكونتينر نيم مش بالاي بي. انا عايزه يعمل ريزولف باسم الكونتينر which is بتحصل ان انا عايز اريزولف الدي بي دي تتريزولف للاي بي الحقيقي بتاعها، فاقدر اوصل الترافيك. الحقيقه ان باي ديفولت
لان انا مرن كل واحد فيهم في البريدج نتورك بتاعته او في الديفولت بريدج نتورك بتاع الدوكر، فهو مش قادر يريزولف الهوست نيم. بس انا لو استخدمت الاي بي بتاع الدي بي اقدر اوصف. طيب عشان احل الموضوع ده بنعمل ايه؟ لازم استخدم يوزر ديفايند نتورك، بريدج نتورك، ودي اللي فيها بتاد الكومبوننت بتاع الدي ان اس ريزولوشن، بسبب ان انا بعملت يوزر ديفايند بريدج نتورك وبخلي التو كونتينرز راننج جواها. فبيقدر هنا ان انا الدي ان اس يبقى موجود، ان انا اقدر اريزولف الدومين نيم اللي هو مثلا دي بي او اي بي اي، يتريزولف لي الكونتينر اي بي بتاع سواء الاي بي اي كونتينر او سواء الدي بي كونتينر. طب اعمل كده ازاي؟ تعالوا الاول نستوب التو كونتينرز دول عشان مش هينفع نرنهم تاني هما راننج، وهنعمل دوكر نتورك هنسميها اب نت لاب نتورك. فعملنا اور اون يوزر ديفايند نتورك، وبعد كده هرن نفس الكونتينرز بالظبط ولكن في النتورك دي. فهديها الفلاج داش داش نتورك اب نتورك انجن اكس. فانا كده برن الكونتينر ده في الديفاين نتورك اللي انا عملت لها كرييشن، وهرن الكونتينر التاني بتاعي برضو في نفس النتورك. اوكي، لو جيت اجرب نفس التست اللي احنا عملناه المره دي هيعرف يريزولف، وبيقول لي بس empty reply from server. هو جاله empty reply بس هو عارف يريزولف الدي ان اس. اوكي طيب ممكن اجرب كوماند تاني برضو عشان اشوف الاي بي API get entries للهوست ده، فلاقي ان الاي بي اي كونتينر بتاعي عرف يجيب الهوست انتري بتاعت الداتابيز كونتينر اللي هو ده الاي بي ده. فبقى الدومين ده او الهوست ده يعني بيريزولف للاي بي ده. فكده الاثنين بقوا في نفس النتورك وشايفين بعض. وعشان اتاكد ممكن اعمل كمان انسبكشن للنتورك بتاعتي واتفرج اشوف ايه الكونتينرز اللي فيها. هلاقي هنا دول التو كونتينرز بتوعي اهو. عندي كونتينر اسمه اي بي اي وده الاي بي والماك ادرس بتاعه، وده الكونتينر بتاع الداتابيز برضو الاي بي والماك ادرس بتاعه. فدي برضو بتوريني ان انا هنا عامل نتورك بريدج نتورك بتنيبل فيها اي بي في 4 مش اي بي في 6، واقدر اشوف الكونتينرز اللي راننج جواها. تعالى نعمل ستوب للكونتينرز دي. ماشي، تعالى نعمل لهم ريموف. ممكن برضو نمسح النتورك بحيث ان احنا نكلير الريسورسز كلها اللي احنا واخدينها. عشان نجرب حته البورت مابينج، لو انا جيت هنا ارن ويب سيرفر اللي هو انجن اكس، لو باي ديفولت كده هو بيرن على بورت 80، بس انا لو جيت افتح البراوزر وافتح لوكال هوست 80 مش هيفتح معايا، لان ده في البرايفت نتورك الخاصه بيه الكونتينر. محتاج اعمل ايه؟ بورت فوروردنج، وده اللي احنا شرحناه هنا. محتاج اعمل بورت فوروردنج عشان اعمل نتورك ادرس ترانسليشن او بورت فوروردنج، ان انا الترافيك اللي جاي على الهوست من بورت 80 واديهولي على بورت 80 من ناحيه الكونتينر. فلو جينا نعمل نفس الكوماند ده بس هنستوب اوكي، واعمل دوكر ران داش دي داش نيم ويب، بعد كده اعمل بورت مابينج انه على الهوست يبقى 80 يبقى الكونتينر 80، واجرب كده هنا اعمل لوكال هوست 80 هيفتح لي الانجن اكس ويلكم بيج. وهنا ايه اللي حصل؟ الترافيك جاي على الهوست ماشين من بورت 80 انا عملت له مابينج لبورت 80، وانا الكونتينر بتاع الويب اللي هو على الكونتينر ايمج انجن اكس هو فعلا بيرن اصلا على بورت 80. هو بيلسن مستني اي ترافيك تجي له على بورت 80. اوكي، فتعالوا برضو نوقف ده ونشيله
بس كده. فاللي احنا عملناه ببساطه النهارده ان احنا اتكلمنا عن النتورك مودز المختلفه في داكر، الفرق بين البريدج والهوست والنون، وجربنا اكزامبل وشفنا ليه مش شغال وازاي نقدر نشغله بعد كده، وحته الانسبكشن وحته البورت مابينج ليه بنعملها وليه محتاجين نعملها وازاي تبقى شغاله. فعجبتكم الابيسود دي اعملوا لايك وشير للابيسود دي وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم يوم السبت الجاي.